تخيل معايا تكون أقوى فريق في العالم وتكسب منتخب 8-3، لكن تخسر منه في النهائي وتخسر بطولة كأس العالم. الكلام اللي بقوله لك ده مش كلام في فيلم، الكلام ده حصل في مونديال 1954 في سويسرا. اتلعبت واحدة من أغرب بطولات كأس العالم، 16 منتخب ولكن بنظام مختلف تماما. الفرق كانت متقسمة لمستويين وكل منتخب بيلعب مباراتين بس في الدور الأول، ولو حصل تساوي بيلعبوا مباراة فاصلة. والبطولة دي كانت مجنونة وشهدت حاجات لأول مرة، فدي كانت لأول مرة كأس العالم يتشاف في البيوت في أوروبا، وبدأت كرة القدم تدخل حياة الناس بشكل مختلف. وبرضه النسخة دي شهدت رجوع ألمانيا للمونديال بعد الحرب العالمية الثانية، لأن بعد الحرب العالمية الثانية العالم أخذ موقف كبير من ألمانيا، عشان كده هي مشتركتش في بطولة 1950. فدي كانت بداية رجوعها للمونديال. ونيجي بقى على المتعة وجنون الأهداف. البطولة دي شهدت أعلى معدل تهديفي في تاريخ كأس العالم، 140 هدف في 26 مباراة بس. نروح بقى لبطلة قصتنا النهاردة، المجر، أقوى فريق في العالم وقتها، فريق مرعب هجومي ما كانش بيخسر أبدا، ده كله تحت قيادة أفضل لاعب في العالم وقتها، بوشكاش. في دور المجموعات المجر لعبت مع ألمانيا، ودي كانت واحدة من أعنف المباريات في البطولة. المباراة دي كانت عنيفة جدا وفيها احتكاكات قوية، وانتهت بإصابة بوشكاش نجم الفريق، وده خلاه يغيب عن مباريات مهمة. ورغم إصابة بوشكاش في المباراة دي إلا إن المجر كانت مركزة وقدرت إنها تفوز 8-3 على ألمانيا، وكملت المجر طريقها للنهائي وقدرت إنها تفوز على الأوروجواي 4-2 في نص النهائي بعد وقت إضافي. والمباراة دي كانت مرهقة جدا جدا للمجر لغاية ما وصلت للنهائي عشان تلاعب ألمانيا تاني. وطبعا كل التوقعات كانت بتقول إن المجر بطلة العالم، واللي أكد ده إن المجر جابت في أول 8 دقايق هدفين. نلم أوراقنا بقى ونقول الماتش خلص؟ لأ، حصلت المعجزة وألمانيا عملت ريمونتادا وتعادلت 2-2. الملعب وقتها كان مبلول، وهنا ظهر الفرق. لعيبة ألمانيا كانت بتلبس أحذية بمسامير متغيرة، كانت بتخليهم ثابتين على الأرض رغم البلل. لكن طبعا لعيبة المجر ما كانتش بتلبس كده، فكانت بتتزحلق، وده فرق جدا في المباراة. ورغم ان بوشكاش رجع يلعب المباراة النهائية، لان الإصابة دي كانت مأثرة عليه، ما قدرش يستعيد كامل تألقه. وفضلت المباراة تعادل لغاية الدقيقة 84. وهنا أحرزت ألمانيا الهدف اللي قتل حلم المجر، اللي كانت أقوى وأكتر مرشح للبطولة دي. ورغم إن المجر حاولت ترجع بكل الطرق وأحرزت هدف، ولكنه اتلغى بداعي التسلل، فالحلم انتهى. والخسارة دي كسرت جيل كامل في المجر كان يستحق إنه يتوج بالبطولة. لكن دي كرة القدم، مش دايما بيفوز الفريق اللي يستحق. لكن بالنسبة لمنتخب ألمانيا دي كانت بداية جديدة للرجوع للعالم من خلال كرة القدم. فوز ألمانيا، المنتخب اللي محدش كان متوقع إنه يوصل للنهائي على أقوى منتخب في العالم وقتها المجر، كان معجزة. لكن بعد المعجزة دي العالم هيبقى على موعد مع الأسطورة، الطفل اللي هيغير كل حاجة. وده اللي هتعرفوه في الحكاية الجاية من حكاوي المونديال مع دينا سكر.